سو كيوت. يلا بينا نعمل ضوافر العين. ضوافري مش وحشه بس عايزه يكون عندي ضوافر طويله في العيد. انا ما بقصش الكيوتيكلز اللي هي الجلد اللي حوالين ضوافري، انا بشيلها بكيوتيكل ريموفر، بحطها على الكيوتيكلز كده واسيبها كام دقيقه وبعدين اكحتها كده. المفروض اشيلها بتاع خشب بس ما كانش عندي فشلتها بده، وبكده انا بحافظ على صحه ضوافري وصحه الكيوتيكلز وبشيل كل الجلد الميت. كانت اسوأ حاجه بعملها في ضوافري ان انا اروح الهير صالون وهم يحطوا ايديا في الميه وبعد كده يقعدوا يقصوا لي في الكيوتيكلز. دايما كنت احس ان الكيوتيكلز بتطلع اوحش من الاول، لكن بالطريقه ديت الكيوتيكلز بيبقى شكلها كويس جدا وايديا على طول نضيفه. اخترت الستيك اون نيلز ديت ومعها الستيكرز بتاعتها. بستخدم الفايل بتاعي ان انا اخشن الضفر، ما اشيلش طبقه، لا بخشنه شويه وبعد كده بحط الستيكر عليه وبعدين اضغط عليه كويس عشان اتاكد ان هو لازق كويس، واختار حجم الضفر المظبوط على حجم الضفر ده. وبعد ما الاقي ضفر مظبوط بشيل الستيكر واحط الضفر واضغط عليه جامد عشان يلزق مكانه. واكرر نفس الطريقه ديت على الضوافر كلها. وده الجزء السهل عشان عملت بايدي اليمين في ايدي الشمال. دلوقتي بقى العكس، بس لازم اتاكد ان الضوافر كلها ملزوقه لحد الكيوتيكلز، يعني بزق الضوافر لحد ما توصل لاول صابعي. وبستخدم المبرد ان انا كمان اظبط الضوافر من قدام، واكرر نفس الطريقه على ايدي اليمين برضو. كل ده في اقل من 10 دقايق. ضوافر العين مش ممكن. it looks so cute. وطقمتها كده.